السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في فيديو جديد وفي واقعة جديدة لسه حاصلة من شوية. الواقعة دي أخين قتلوا شخص صديقهم في الجيزة، تبع دايرة اسم العجوزة. تمام. قتلوه ليه وايه اللي حصل؟ ده اللي هقوله لكم دلوقتي. الشخصين دول الأخين، تمام. واحد اسمه أدهم وواحد اسمه حامد. اتفقوا ان هما يقتلوا صديقهم خالد. تمام. هما عندهم بتاع حاجة و20 سنة يعني. ليه هيقتلوه؟ عشان هما الاتنين دول الاخين سرقوا تليفون، راحوا يبيعوه لخالد اللي هو صديقهم. وقالوا له خد مننا التليفون ده ب600 جنيه. قال لهم تمام، واداهم 100 جنيه. وقالوا له خلاص كده يبقى لنا عندك 500 جنيه. قال لهم تمام ماشي، هديكوا ال500 جنيه وكل حاجة. لكنه للأسف ما ادهمش ال500 جنيه. قعد يماطل في الدفع ويقول لهم مش دلوقتي، بعدين، مش دلوقتي، مش معايا كده. المهم ترصدوا له في يوم وقالوا احنا هناخده بقى نتعارك معاه، ناخد منه الفلوس بالعافيه. تمام. وقفوا وعملوا يعني دخلوا معاه في خناقه، وهات الفلوس، وقالوا له لا وقال لهم لا وكده. وقعدوا يتخانقوا شويه. طلع واحد منهم طلع سنجه وضربوا بيها في دماغه. يعني انتوا متخيلين، هو مش عايز يديهم حاجه، فهم طلعوا سنجه وفي دماغه. تمام. وهما الاتنين جريوا واستخبوا بقى، اللي هو خلاص بقى احنا قتلناه عشان ايه؟ عشان 500 جنيه، وعشان اصلا التليفون احنا كنا سارقينه. يعني هما بالنسبه لهم السرقه دي حاجه كويسه يعني. انا مش عارفه اقول ايه اكتر من كده. المهم النيابه اصلا قبضت عليهم وحبستهم، وخلتهم يمثلوا الواقع يعني. هي الضربه كانت للاسف جت في منتصف الراس، فمات على طول يعني. اول ما وصل المستشفى مات. فربنا يرحمه يا رب ويغفر له. وحسبي الله ونعم الوكيل في الاهالي اللي ما بتربيش الناس دي، يعني ما بتربيش ان هو لا ما ينفعش يا حبيبي تسرق، حرام. كل الحاجات دي وكل الحاجات اللي انا كنت قايلها لكم قبل كده يعني. عشان في ناس بتقول ان انا بطول في الفيديوهات، انا مش بطول في الفيديوهات ولا اي حاجه خالص، انا بس بشرح لكم الموقف. يا ريت نصيحه قبل ما اختم الفيديو ده. يا ريت لو ولادكم عندهم اصدقاء سوء، بلاش تخليهم يقربوا منهم. بلاش تقول لا ده صاحبه، هو ابني كويس ما بيعملش حاجه، ابني انا مربيه، ابني. لا، بلاش بلاش. الصاحب ساحب. يعني هو انت لو شخص صاحبه ده، حتى لو هو صاحبه ده مش هيسحبه، صاحبه ده ممكن يأذيه. صاحبه ده بيشرب حاجة، بيسرق، بيقتل، بيعمل اي حاجة بقى، بيعمل اي حاجة مش صح. فلا، خليه يبعد عنه بالاجبار بقى، بالحسنى، باي حاجه. احسن ما لا قدر الله تبقى قاعد في بيتك وتسمع تسمع خبر وفاه ابنك، او اي حاجه، او سحله في الشارع، او زي الحاجات اللي كتير اللي بنسمعها. والفيديو الاخير اللي هو كان واحد لبسوه فستان وسحلوه في الشارع. فحاجات صعبه جدا يعني. يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم. دمتم امنين يا رب. كده الفيديو خلص. اعملوا لي سبسكرايب. باي باي.